كنت جالس في الصالون كنتسنى با يرجع وداير داك البرنامج القديم اللي كيعجبو. الريحه اللي داخله من الشرجم جابت معاه واحد الريحه غريبه، ريحه شي حلوه ولكن فاسده بحال شي ريحه ديال المعفنه. ما هادشي بدا كيخلعني بصح بعيوني فشي حاجه من ورايا. دورت راسي وكنشم راجل واقف حتى السياج وانا كنشوف فيه، زلقات لي رجلي وطحت وسط الكومه. وجهي جا قريب من الدود اللي كيتحرك في ديك قبل ما نبدا، الا ما عرفتش شنو هي الكيل بيل ماشي مشكل، انا غادي نشرحها لك. الكيل بيل هي واحد البلاصه في الارض كندفنوا فيها دوك الحيوانات اللي كيموتوا، كتكون غالبا بعيد على الدار بحال شي واد مثلا ولا شي بلاصه اللي كيكون بنادم كيمشي لها قليل، كتكون بعيد على المدينه ولا على البلاصه فين ساكن. حنا كنديروها فاش حيت ملي كتربي الغنم ولا الدجاج ولا حتى عندك كاع الكلاب ولا المشاش، ديما كاين شي حيوان فهمتي، شي حيوان كيموت ما كيعيش، ما يمكنش تحفر كل حفره لكل واحد فيها يعني. والحمد لله مكاينلاش نحرقوهم، يعني الطبيعه كدير الخدمه ديالها. من بعد مده كيجيو دوك الحيوانات اللي كياكلوا الجيفه او الحيوانات المفترسه كيبداو ياكلوا داك اللحم، والريح والشمس كنقصوا من الريحه ديال الجثه، البكتيريا كتاكل الباقي. على العموم صراحه المنظر كيعيف شويه، الدبان والدود كيتحركوا فوق من دوك الحيوانات اللي باقيين طريين، ولكن تقدر تلقى جماجم زوينين نقيين وما فيهمش اللحم. وفي الحقيقه بحال ما كنت تقدر تعرف واش كانت شي بلاصه تماك ديال الكيل بيل. المهم دابا قرب يدوز عام على هادشي اللي وقع لي من داك النهار. العائله ديالي والمزرعه تبدلات بزاف، وحسيت انه خاصني نحكي لشي واحد شنو وقع. في مارس ديال العام اللي فات، ملي كان الجو زوين والثلج كيدوب تقريبا كامل، خرجت في واحد المشيه في العشيه مع الكلبه ديالي، كنت مسميها موني كلبه كبيره من النوع ديال البيرجي، بحال الكلاب اللي كتحرس الغنم ديالها، ولكن الخدمه ديالها كانت كتكون حدا الدار، كتحرس دوك الشجرات اللي زرعاتهم ماما في الارض باش ما يجوش دوك الحجلان ياكلوهم. كتبعد حتى الذئاب من ديك المزرعه ديالنا، بما ان هاد الحيوانات كيبانوا لك غالبا غير في الليل. موني كانت داك النهار ما عندها حتى شي خدمه، كنظن انها كتشوفني بحال شي خروف من القطيع ديالها، حيت ديما كتبعني ملي كنمشي في الحقول الخاويه. مشيت للشمال ومن بعد مسافه طويله باش كنطلع للهضاب اللي عاليه لفوق. صراحه ما كاين ما يتشاف تما غير السياجات اللي كيقسموا الارض والصخور كبار، وانا كنمشي الصوت الوحيد اللي كنت كنسمعو هو الصوت الصباط ديالي ويدي الموني كيتحركوا وسط العشب، معاهم داك البرد اللي ديما مخربق ليا راسي. الهدوء تما كان ديما حاضر. من بعد شويه داز واحد الدوره صغيره على ديك الهضبه، وهنا وصلت لبلاصه فين كيلوحوا الحيوانات الميته اللي سميناها الكيل بيل. الارض كانت معجنه بالماء حيت الثلج كان دايب تما، واش منيت كون لبست الصباط ديالي اللي مشقوق من القدام، حسيت بالماء بدا كيدخل عندي الجوارب ديالي. صراحه ديك الكمه ما كانتش كبيره بزاف، والريحه الوحيده اللي كنت كنشمها وكانت قويه يدير واحد الخروف صغير يلا كان ملي واحد ما كان باين عليه تزاد ميت، حتى بقاو فيه غير بقايا من داك الغشاء ديال الولاده. المهم ما خفتش من موني تاكلو حيت هي عارفه ما خاصهاش تقرب لهاد الشيء. الغريب حتى انها ما انتبهتش ليه، كانت واخو كتشوف بعيد
بحال شافت شي حاجه، شفت حتى انا ولكن ما بالي شي حاجه، غير السياج عادي شي 100 قدم قدامنا بحال ما هكاك. قلت في خاطري يمكن سمعت شي حاجه، شي فار ولا شي لعبه بحال ما هكا، ما هادشي اللي جاب لي راسي. وبديت كنتمشى حدا ديك الكومه، كنركل العظام بشويه برجلي، كنقلب على الجمجمه ديال الخروف الذكر تكون باقيه كامله. كنت باغي نديها للدار نقيه بشويه ديال الجافيل ونحطها زينه في الحديقه ديال الزهور ديال ماما، حيت عيد ميلادها في ابريل وكنت باغي نفرحها بشي حاجه. ولكن للاسف ما لقيت حتى وحده مزيانه. الجماجم اللي لقيت كانوا كاملين مهرسين، وفي داك الوقت الجو بدا كيبرد، السحاب بدا كيتجمع في قباضياتو، حتى ولا بحال شي جدار كحل كبير في الجهه الغربيه ديال السماء، ولات حتى هي زرقاء وغامقه بطريقه اللي كتخلع، بحال اللي غادي يطيح البرد. قلت خاصني نرجع للدار ونفكر في شي هديه لماما، شي هديه وحده اخرى. ولكن ملي كنت غادي نخرج لاحظت واحد الحاجه غريبه شويه. درت الدور حدا الكومه باش نشوف واش كاين شي حاجه اخرى، ولكن لا، غير واحد في الاول ما شفتوش، ولكن الودنين طوال اللي طالعين هما اللي شدوا الانتباه ديالي. كان واحد الارنب محطوط بطريقه غريبه جنب الكومه، لدرجه واقف شبه جالس مداخل بين العظام، واللون ديال الفرو ديالو رمادي، خلاه يبان مع الاندماج مع المكان. صراحه عمري ما شفت شي ارنب في الكومه من قبل، حنا ما كنربيوش. شوف الحقل نادرا كيموت حيت ما كيقربوش للماكينات، ولكن اللي كان اغرب من هذا الشيء الحلقه ديالو كان مقطوع بسكين، بحال شي حد قاتلو بلا حتى شي سبب. العينين ديال داك الارنب كانوا زرقين، ولكن الجسم ديالو كان باقي صحيح، مقرب ليه حتى شي حيوان ياكلو. هادشي اللي خلاني نعرف بلي شي حد حطو تما قريب. الصراحه ما اعتقدش بلي الاب ديالي ولا غادي يكون دار هادشي، ولكن شكون غادي يعرف البلاصه ديال الكومه ديالنا اصلا؟ الكومه هي الكيلبي اللي قلت لكم عليها في الاول. اقرب جيران لينا ساكنين بعيد علينا بشي 15 كيلومتر. شي موني وقلت لها وانا كنضحك شنو بان لك في هادشي؟ هي غير مشات بعينيها دارت الدار وبدات كتمشي للجنوب راجعه للدار، بحال كتقول لي يلا خاصنا نمشيو قبل ما تجي ديك العاصفه. صافي قلت مزيان فيها خير، نمشي للدار وغنسول الوالد. وبديت كنخمم زعما شنو خلى داك الارنب يموت. يمكن زعما كان مريض، يمكن زعما با قتلو باش يهني من داك المرض، ولا يمكن شي صياد اللي قتلو هنايا. ولكن حتى فكره ما كانت كتبان ليا مقنعه. وصلت للدار قبل ما توصل العاصفه، لقيت ماما جالسه في الكرسي قدام الدار كتخيط في واحد اللعيبه. سولاتني فين مشيتي؟ قلت لها غير خرجت نتمشى شويه. موراها سولتها با واش غادي يجي بكري اليوم؟ قالت وهي كتنهد دابا تخلي العاصفه يرجع للدار. انا دخلت وحيدت الصباط اللي كان عامر بالغيث. شويه من بعد بدات العاصفه، الريح جابت الرعد، السما ولات مظلمه، ومن بعد بدا البرد كيضرب السطح ديال الدار. كنت جالس في الصالون كنتسنى با يرجع وداير داك البرنامج القديم اللي كيعجبو. ملي وصل با جا واحد البرق قوي ضوى الدار كامله، ومن بعد الضوء تقطع. ما كانش شي حاجه جديده علينا، داكشي كيوقع بزاف يعني في هاد العواصف. ماما قالت لي سير جيب الشمع. مشيت جبتهم وشعلتهم في الكوزينه والصالون. بغسل يدي وجلست في الكرسي ديالو. قلت ليه بغيت نسولك على شي حاجه، ولكن ماما قاطعتني. واش شفتوا الجو اليوم؟ ومن بعد رجع الهدوء. حاولت مره اخرى وقلت واش شفتي شي ارنب في هاد الايام؟ حطيت يدو على وجهه قال لي لا ما قالش. علاش؟ قلت لي غير بان لي واحد في الحقل. كذبت شويه باش ما تعرفش ماما انني مشيت للكوما. شويه من بعد رجعت، ولكن انا بقيت كنفكر غير في الكوما. في الليل ما قدرتش ننعس مزيان، الريح اللي داخله من الشرجم
جابت معاه واحد الريحه غريبه، ريحه شي حلوه ولكن فاسده بحال شي ريحه ديال المعفنه. ما في الصباح اللي من بعده قررت نرجع للكومه. لبست هاد المره الصباط مزيان وهزيت معايا واحد السطل باش نجيب الارنب للدار ونوريه لبا. تسنيت حتى مشات ماما للخدمه. ملي وصلنا قريب للكومه موني وقفات فجأة، ما بغاتش تكمل. حسيت بشي حاجه غريبه ولكن بقيت غادي. ملي قربت للكومه حسيت بلي شي حاجه شبدلات. الكومه ولات طالعه اكثر بحال شي حاجه من التحت كتدفع على الفوق. قربت وشفت بين العظام ميت حتى هو حلقه مقطوع بسكين، والطريقه باش محطوط بها بحال شي واحد حطو تماكين باش ينقص. هادشي بدا كيخلعني بصح وانا كنشوف فيه زلقات لي رجلي وطحت وسط الكومه. وجهي جا قريب من الدود اللي كيتحرك في ديك الريحه كانت خايبه بزاف. في ديك اللحظه سمعت موني كتنبح. شفتها واقفه فوق ديك الهضبه كتغرز بعيونها في شي حاجه من وراها. دورت راسي وكان تما راجل واقف حتى السياج، كان كيلبس سروال جينز وقميص فيها دوك المربعات، ولكن الابتسامه ديالو كانت واسعه بطريقه غريبه، حيت الحواجب ديالو كانوا طالعين بحال غادي يبكي. لوحت لي بيدي ما تحرك حتى شويه، ومن بعد نات لي بيديه في الكومه. رجعت شفت في الارنب داك الديب. ملي رجعت نشوفو مره اخرى دار علامه ابهام بمعنى انه واد يدو الفوق بحال دار ليا جيم. بدا كيحرك في راسو بشويه، من بعد دور ظهرو ومشى بحال الا ما وقع حتى شي حاجه. رجعت للدار وجايب معايا داك الارنب. كنت غير كنتسنى با رجع. ملي وصل وريتو ليه، قال لي شنو هادشي؟ قلت لي لقيتو بالكومه وشي راجل هو اللي حطو. شاف فيه واحد الشوفه صراحه خلعني. غادي نمشي نشوف غدا في الليل. غادي نمشي نشوف غدا. موني في الليل بقات كتنذبح الليل كامل، وفي الصباح مشيت مع با للكومه. ولكن مني وصلنا كانت شي حاجه جديده فوق الكومه. خروف من القاطع ديالنا حلقه مقطوع ومحطوط بحال جالس فوق من ديك الكومه باش عصب بواحد الطريقه عمرني ما شفتها. ومن بعيد كان داك الراجل واقف، ولكن هاد المره ما كانش بوحدو، كان مع راجل اخر ومراه، كلهم عندهم نفس الابتسامه المخيفه. با مشى يهضر معاهم ما سمعتوش شنو قال، ولكن من رجع قال لي غير ما تبقاش تجي لهنا مره اخرى. من داك النهار كلشي تبدل. ماما اختفات فجأة وما رجعتش للدار. الارض ديالنا ولات ناشفه، الغنم بدا كيموت، ولكن الارض اللي عند داك الناس اللي في الشمال ولات خضراء وعامره بالزرع. ما رجعت للكومه ما لقيت حتى شي عظم، كلشي اختفى. والارض ديالهم ديال الناس اللي في الشمال كان المحصول ديالها كبير بزاف وخضر. وفي البعيد شفت الراجل واقف قدام الدار ديالو كيشوف في الارض ديالو كيبتسم. لوح ليا بيديه ولكن انا ما لوحتش ليه. ومن داك الوقت كل مره كيبرح من الشمال كيشم ريحه المطر ديالو، نفس الريحه الحلوه اللي فيها التعفن. بقيت كنخمم داك الغوات اللي سمعت في الليل. يمكن ما كانش شي ديال، يمكن كان ديال ماما. صراحه ما القصه غريبه شويه، وللاسف كانت النهايه ديالها بحال ما هكا. وشينا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الى عجبك متنساش معك شي لايك وشي ابوني. بيس.